القصة بتاعت تعرية بيوتنا على الفيسبوك وعلى التيك توك والفضايح اللي بتحصل، انت من البداية ارتضيت ان انت تبقى مع مراتك في انك تعري بيتك وتفاصيل بيتك. صح. بصي، ده دليل لان ده بيحصل معايا بيحصل مع غيري. يعني الشخصيات العادية، امك اختك، بنت خالتك، بنت عمتك، صاحبتك، بتلاقي اللي حواليها لما بيحصل انفصال، فركشه او خطوبه او غيره او جواز، بتلاقيهم عايزين يعرفوا ليه وايه اللي حصل. ايش حل لما تبقي بابليك فيجر على السوشيال ميديا؟ صح. اسمك تكتبيه على جوجل يطلع للناس حاجات، تكتبي على تيك توك، على فيسبوك، انستجرام، يطلع لك حاجات، فالناس بتبقى عايزه تعرف. وده خطأ تاني برضو انا عايزه اتكلم فيه. مش معنى ان انا ليا كونتنت او ليا محتوى، ولا انا ممثله، ولا انا مطربه، ولا انا اكون زي ما اكون، معنى كده ان ده يديك الحق ان حياتي للملأ. في ناس بتحافظ على الحدود والليميت، زي ما كده ذكرت لك مثال منى زكي واحمد حلمي. تمام. لا، وانغام برضو. انغام لما سالوها في مره انت اتجوزت مره 2 3 10، انت مالك؟ وفي اكتر من حد برضو من الممثلين طلعوا قال، مين قال ان معنى ان انا ممثل ان حياتي للناس عامه؟ لا، انا عندي حياتي الخاصه، عندي حياتي المقفوله. وعلى فكره الحياه دي هي اللي بتستمر. محمد حماقي لما انفصل عن زوجته، احنا ما سمعناش فضايح ولا سمعنا حواديت، جينا هوب بعد كام سنه لقينا نرجع لها من غير اي برضو حاجه. صح. هي دي النهايات الاخلاق اللي احنا بنتكلم عنها. ده مهم جدا. ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وكمان سيدنا محمد ما كانش فيه فضل، كان معيشني في نكد وقرف وهم، وكنت مستحملة وانا ساكتة وبقول يا بنت عيشي، ويا بنت ما تتطلقيشي، ويا بنت هيقولوا عليكي ايه، وماما وتيتا فاتن وطنط ناهد هيقولوا ايه ده اتطلقت، هي لحقت. انا واحدة من الناس ربنا كرمني بزوج كان ابن ناس ومحترم، عيلة كويسة، اتجوزنا 5-6 شهور، اديت كونسيرن على اكتر من حاجه من قبل الجواز، وكملت ده بعد الجواز. حاجات وهو كمان نفس القصه، حاجات ما ظبطتش معاه، طلبت الطلاق، انفصلنا بما يرضي الله. لا طلعت بلايفات ولا طلعت بفضايح، وانا ممكن اطلع ترند عادي، ايه المشكله؟ الفيديوهات دي لعبتنا، دي بتاعتنا الفيديوهات دي. صح. تمام. شيماء الجرحي محاربه السرطان والبلوجر، يا حرام يا عيني للمره التانيه بتطلق، يا لهوي، ويلا بينا. لكن ليه هعمل كده؟ ايه اللي هستفيده لما اعمل كده؟ انت واحده بتبصي لقدام. هجيب حبه مشاهدات، وبعد ما هجيب المشاهدات مفيش ترند بيطلع وما بيروحش، مفيش حاجه بتفرقع وما بتختفيش بعدها. بس السؤال بعد ما اختفت بقى، الفيدباك عامل ازاي؟ السيره بقت عامله ازاي؟ انا لحد النهارده جوزي الاولاني رحمه الله عليه دكتور احمد الملاح، انا لحد النهارده بنادل فيه رثاء، لحد النهارده انا لسه كنت من كام يوم منزله عنه. صح. السيرة الطيبة هي اللي بتقعد. الشخص التاني اللي معاكي عايز يتكلم، انت اتكلم. في رجالة كتير بقت بتلت وتعجب.